ايه هي صناديق الاستثمار؟ زي ما هو واضح من الاسم انها صندوق، يعني ممكن تضم كذا استثمار او استثمار واحد بس وتتخصص فيه. والشخص اللي بيدير الصندوق لازم يكون محترف ومرخص من الهيئة العامة للرقابة المالية، وعنده خبرة في إدارة الصناديق. واللي بيحدد نوع الصندوق وهدفه الجهة اللي عاملاه، زي البنوك أو شركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات إدارة الأصول أو أي هيئة تانية ممكن تقدم الخدمة دي. فالمهم إنها تاخد ترخيص على صندوق الاستثمار من الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنها مسؤولة عن مراقبته وبتضمن حق المستثمر لما يجي يحط فيها فلوس. فشغلة الصندوق إن يجمع فلوس من المستثمرين أفراد أو شركات، وبيحطها في الأصول اللي الصندوق بيستثمر فيها، سواء كانت الأصول دي أسهم، سندات، أذون خزانة، ذهب، عقارات وغيره. ولك أنت تختار نوع الصندوق اللي يعجبك. ففي من الأصول اللي قلتها ممكن تتجمع في صندوق واحد، يعني يبقى أسهم على سندات على أذون خزانة مع بعضه، أو كل واحد من الاستثمارات دي يكون ليه صندوق لوحده. يعني في صندوق بيستثمر في الأسهم وبس، بدل ما تشتري عدد أسهم في شركة أو اتنين وفلوسك تخلص عليهم، فهو بينوع لك محفظتك من عدد أسهم مختلفة في الصندوق. أو صندوق ذهب وبس، بدل ما تروح لمحل الذهب ويقولك مصنعية غالية أو سعر عالي، فصندوق الذهب بيمشي مع سعر الذهب. لو زاد سعر الذهب هيزيد سعر الصندوق، ولو سعر الذهب قل هيقل سعر الصندوق. والحد الأدنى للاستثمار بتختلف من صندوق لصندوق حسب نوعه والهدف منه. يعني في صندوق يقولك ما تشتريش أقل من 5 وحدات أو 10 وحدات. طب يعني إيه وحدات؟ الوحدة دي زيها زي الأسهم في الشركات الموجودة في البورصة. ففي الشركات بنشتري أسهم، وفي الصناديق بنشتري وحدات أو وسائط. أما بالنسبة للعملة، في صناديق بالجنيه المصري وصناديق تانية بالعملة الأجنبية زي الدولار. لو عندك أي أسئلة اكتبها في الكومنتات.